وزي النسكافيه، هي يا دوب بس فضيت الباكت وحطيت عليه حبه ميه وقلبت. السلام عليكم. المونه الجاهزه اللي كنت كلمتكم عليها قبل كده دي شكاره مونه محتوى 9 شكاير في المتر، سعرها تقريبا في رينج الطن حوالي مثلا 750 850 في الرينج ده حسب مكانك فين وبتوصل فين والكلام ده. توفر عليك ان انت بتجيب الرمله بتاعتها بتبقى معتمده من كليات الهندسه ومن المعامل وكده، لا فيها كبريتات ولا فيها املاح. لو انت بتشتغل في التجمع او في اكتوبر او بتشتغل في الاماكن دي، سعر الرمله اللي بتجيلك ماشي على الهدر بتاعها على الكلام ده كله تقريبا في دي بتبقى موفر. بس احنا هنا مش بنتكلم في التوفير اكتر من الخامه نفسها اللي انت بتركبها او الخامه نفسها اللي انت بتستخدمها. بعدت عن الكبريتات وما ادراك ما الكبريتات، عن املاح الكبريتات، بعدت عن الطفله وما ادراك ما الطفله، والمشاكل اللي بتحصل بقى المهندس حمار والصنايعي يغش في مش عارف ايه ومين سرق ايه. وبيبقى كل المشكله ان احنا كنا زمان من 10 سنين كده ولا حاجه كنا بنقول عايزين رمله مباني ماشي، وكنا بنقول وفي رمله تاني اسمها رمله تتريب. رمله التتريب دي اللي كانت بتروح مصانع الطوب والطفله والكلام ده كله. لكن دلوقتي بقى ايه، انا عايز رمله وخلاص. واي حد في المنطقه دايما بيبقى في واحد هو اللي مسيطر على المنطقه، هو اللي بيورد لك الرمله وبيديها لك غصب عنك، ماشي لكش دعوه بقى الرمله دي جايه فيها طفله، جايه فيها املاح كبريتات، جايه المهم انت هتجيبها وتعجنها تشرخ تطقطق. نقعد نمسك في الصناعيه ونمسك في المهندسين ونمسك في اي حد، بس المشكله فعلا بتبقى في محتويات الرمله. فالشكاير دي حلت لنا المشكله دي، لان في الاول وفي الاخر الشكاير دي بيبقى ليها داتا شيت وبتتورد لمشروعات كبيره، وبالنسبه للاشخاص هي برضو سعرها كويس، وطريقه تشغيلها مفيش اسهل من كده. برضه بتتهز عشان لو في اي كلاكيع او لو في اي شوايب او كده ما نلاقيش الشوايب دي ظهرت معانا في الحيطه، بالذات لو احنا بنمحر وبنشتغل. بص حاجات بسيطه جدا نرمي كده ماشي، حاجات بسيطه جدا تمام، لكن هي مهزوزه وما فيهاش اي مشكله خالص، ومتخلطه بنسب بتاعتها مش معتمده على العجان او الكلام ده كله. هو كل اللي بيحصل ان الشكاره دي بعد ما نفضيها ونهزها بتفضي عليها ميه بس. ده غير بقى ان في اوبشن كمان تكلفه الشكاير نفسها. انت بيجي لك الشكاره التشوين والهندله بتاعتها ان انت بتدخل الكميه بتاعت المنشا بتاعك او الفيلا بتاعتك كلها تتشال على الكتف. الشكاره دي لوحدها دلوقتي بتتباع ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه تمام. هتستخدمها بعد كده في راتش، هتستخدمها بعد كده في حاجه. مع اضافه الميه بتبقى المونه عندك قوامها مظبوط جدا 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 جدا، بتشتغل بيها ما فيهاش اي مشاكل. وزي النسكافيه، هي يا دوب بس فضيت الباكت وحطيت عليه حبه ميه وقلبت تمام، بقى معاك بالمنظر ده. وبتستخدم برضو، بس انا ما جربتهاش الصراحه، بتستخدم برضو في تركيب البورسلان. انا مجربها في المحاره ماشي. بتحدد المحتوى اللي انت عايزه، تطلبه من الشركه، بيجي لك المحتوى بتاعك مظبوط زي ما انت شايف كده. بس كده، السلام عليكم.